المدارس الكروية التي تهتم بتكوين الناشئة في اللعبة الأكثر شعبية، حيث تضم قرابة 100 شاب يتدربون بانتظام تحت إشراف طاقم فني أكاديمي. إسماعيل ميلودي. تواجد فريق أمل بوسعادة لكرة القدم في القسم المحترف الثاني منذ سنوات أمر كانت له انعكاسات إيجابية على تطوير اللعبة بهذه المنطقة من خلال إنشاء مدرسة كروية تنشط منذ 4 سنوات. أمل بوسعادة ما عندوش أموال اللي يجلب بها اللاعبين ونتاع، بنعتمدوا على اللاعبين نتاعنا المحليين. فكرنا بنديروا مشروع أكاديمية ومركز تكوين. استثناء لنا في الفريق الأكابر يلعبوا 7 من الأصناف الصغرى. مدرسة هي متنفس لشباب المنطقة لتفجير طاقاتهم وتطوير إمكاناتهم في كرة القدم بإشراف طاقم فني مشكل من 5 مكونين أكاديميين يركزون على الجانب التربوي الأخلاقي والرياضي. عندما يكون متربي وعنده ولا ديسبلين انضباط. الهدف الأسمى للأكاديمية هو التربية والتكوين، بالإضافة إلى تنمية وتعليم وتطوير قدرات اللاعبين خاصة من الناحية المهارية. أنا نلعب هنا في بوسعادة وعجبني الحال، أنا تعلمنا حوايج بزاف. إن شاء الله ربي يوفقني ونزيد نطور في المستوى تاعي ونلعب هكا في نادي كبير مثل سطيف والياسمة. ورغم نقص الإمكانيات إلا أن إدارة الأمل تطمح لتوسيع المشروع في الموسم القادم بتحويل المدرسة إلى أكاديمية من شأنها تدعيم صنف الأكابر. حابين هذا العام نطلقوا في اون اني بريباراتوار لاكاديمي اللي ان شاء الله في الفيتور نديروها في الفريق. طفل صغير كيجي 6 7 8 يسمى بلي لي كاليتي تاعو اللي عنده ناتوريل، وحنا يسمى في هذا العام في الالافان داني راح نقيموا بالنسبه هذه الاكاديمي. المدرسة الكروية لأمل بوسعادة هي مكسب يضاف إلى بقية المدارس الكروية عبر الوطن، والتي من شأنها المساهمة في تحسين كرة القدم الجزائرية بصفة عامة. تخليدا لمآثر أبطال ثورة المجيدة وشهدائها، عكس المخرج السينمائي نور الدين بن عمر من خلال شريط وثائقي المسار النضالي لشهيد المقصلة البطل أحمد